خسر الهلال أمام فريق متهالك اسمه بختاكور في مباراة حومة كبد، مباراة غثيان، مباراة تفسد صومك. هذه المباراة تفسد صومك، ما لها علاقة في كرة القدم، ما لها علاقة. أنت تبغى تكره كرة القدم، تبغى عيالك ما عاد يزعجونك في كرة القدم، خليهم يتابعوا مثل هذه المباراة. حومة ملعب، حومة كبد، مستويات الحومة كبد، لاعبين أغلبية 99% حومة كبد، مستوى فني حومة كبد، تحكيم على هذا التحكيم الآسيوي الزفت، تحكيم فاشل، تحكيم فاشل. اليوم مالكم كرت أحمر تعطي على التدخل على بالكم، ليش ما تروح تشوفه؟ والمخرج لهبل. أنا أتمنى الإخراج عندنا في السعودية مباراة الهلال والبختاكور العودة لا طلع أي لقطة للبختاكور، خليك زيهم عامل بالمثل. اليوم ما طلع لقطة ناصر الدوسري في شكل اشتباه بلنتي، ما طلعها ولا عادها، ولا طلع له لقطة. حتى لو جابوا هدف في الرياض لا تسوي إعادة لهدفهم، خلهم يتعلمون يتربون. اللعيبة ما تستحون على وجهكم، انتم ما استحيتوا انت ترى اقول اداره نادي الهلال صح يا اداره نادي الهلال، اللعيبه هذه لازم ينشاتون. انا اقولها بكل صراحه، هي لازم ينشاتون، خلاص يلعبون بتعالي. اذا ما تبغى المدرب، هي واضح انا لاعب سابق في 5 أندية، واضح اللعيبه ما يبغون مدرب، واضح، انا ما اجزم، واضح الشك عندي بدا يكبر لان اللعيبه مسوين انقلاب على المدرب، يبغون مدرب. اول المدرب خلاص متشبع، ما عاد يبغى اللعيبه. احس ان المدرب ما عاد طايق اللعيبه، واللعيبه مو طايقين المدرب، لان اللي ما يحدث كله نيفيز هذا. ترى الجميع يتجنب انه يتعرض نيفيز اسوأ لاعب، وهو الكارثه، وهو ما يحدث في الهلال كله من تحت راس نيفيز. يا رجال صار منفخ يا رجال، شوفوا جسمه بس تستحي. هذا المفروض انه بدل ما يلعب في نادي يروح يشترك في نادي تخسيس وزن. كل اللعيبه سيئين، كل اللعيبه ما فيهم تطوير مستوى، حومة كبد. الله يغثكم يحوم كبوت.